السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم ولكل السادة المشاهدين لقناة السوري الحر. في البداية نبارك لكم ولجميع فصائل الجبهة الجنوبية ولجميع أهالي حوران وأهل سوريا جميعا تحرير اللواء 52 والذي يعد من أكبر الألوية العسكرية في سوريا. نعم أخي الكريم، ونحن بدورنا نقدم التهاني من أرض حوران، من حوران هلة البشاير، إلى كل أحرار سوريا الحرة الأبية في هذه الثورة المباركة، ثورة العزة والكرامة، ثورة الشعب السوري العظيم. اللواء 52 الآن ترفرف عليه رايات النصر، بالإضافة إلى قرية المليحة الغربية وقرية رخم المجاورات للواء 52، وأنهى الجيش الحر كل عمليات التمشيط في هذا اللواء المشؤوم. فمبارك أولا لأهلنا في الإحراق الذين ذاقوا الويلات من هذا النظام، ومبارك لأهلنا في المليحة الغربية عودتهم سالمين غانمين إلى بلدهم ليعانقوا الشجر ويعانقوا الحجر بعد أن فقدوها لأكثر من سنتين. نعم أخي أحمد، أهم المواقع والبلدات التي تم تحريرها في محيط اللواء 52 بريف درعا الشرقي. نعم، المليحة الغربية هي الأكبر بين البلدات، وهي محتلة من قبل قوات النظام ولا يوجد بها أي من الأهالي، وتم طردهم من منازلهم. الآن عادوا إليها بتحرير بلدة المليحة الغربية، بالإضافة إلى بلدة رخم المجاورة من الجهة الجنوبية لهذا اللواء، وسيعود الأهالي إليها بشكل كامل إن شاء الله، بالإضافة إلى إسكاكا والدارة المجاورات للواء من جهة السويداء، حيث هربت قوات النظام المتواجدة هناك واللجان الشعبية والحرس الثوري الإيراني من هذه البلدات والقرى. إذا المليحة الغربية واللواء 52 وبلدة خبر وسكاكا والدارة كلها محررة بعون الله وبحمده وبفضل همة رجالنا في الجبهة الجنوبية. نعم أخي أحمد، طبعا اللواء يمتد على مساحة جغرافية واسعة، وكانت ميليشيات الأسد تحتل بعض القرى المحيطة باللواء، وتم تحريره بفضل الله والحمد لله بعد ساعات من انطلاق المعركة. حبذا لو تحدثنا قليلا عن تفاصيل المعركة وما سبب سر انهيار عصابات الأسد خلال ساعات قليلة. نعم، هذا اللواء هو يعد الثاني من حيث المساحة والتسليح في جيش النظام، هو كبير جدا بمساحات واسعة. الأراضي التي تحيط بها المليحة الغربية باتجاه الإحراق، علم الصورة، الغرية الغربية والغرية الشرقية، المسيفي والكرك الشرقي باتجاه بلدة خربة، كل هذه القرى تحيط بهذا اللواء. حجمه كبير جدا، أعتاده كبير جدا، هناك 7 سرايا و4 كتائب، بالإضافة إلى المدفعية الرابطة بهذا اللواء. الانهيار المفاجئ والكبير لقوات النظام هناك هو المعنويات الهابطة لهذه القوات، والحرب النفسية الطويلة التي قام بها الجيش الحر وامتدت لأكثر من شهر بهدوء على كافة الجبهات، مما أدى إلى استنفار قوات النظام بشكل متواصل على مدار 24 ساعة لمدة شهر. وكان هناك تخوف من هذه القوات بأي منطقة ستكون المعارك. عامل المباغتة والمفاجأة الذي استعمله الجيش الحر في هذه المعركة، وأيضا النيران الكثيفة والتغطية النارية الكثيفة التي قامت بها الجيش الحر صباح هذا اليوم على هذا اللواء، أدى إلى انهيارهم وهروبهم من اللواء. عدد كبير منهم هرب وعدد كبير منهم ألقي القبض عليه وهناك قتلى. والآن قبل قليل الجيش الحر أعلن عن محاولات لإزالة جثث القتلى من اللواء 52، طلب عمال لإزالة هؤلاء. وأيضا طريق خربة طريق بلدة رخم السويداء هو مغلق بسبب تراكم الجثث، أعداد كبيرة من القتلى. الجيش الأول قال أن العدد فاق 70 قتيل وهناك 20 أسير بيد الجيش. نعم، 20 أسير أخي أحمد. هل تمت معرفة جنسيتهم إذا كان هناك جنسيات من ميليشيات شيعية من خارج سوريا؟ نعم، نحن نؤكد أنه يوجد جنسيات من خارج سوريا مع هؤلاء الأسرى، ولكن إلى هذه اللحظة الجيش الحر لم يعلن ببيان رسمي عن جنسيات الجرحى، بل أعلن ببيان رسمي عن سيطرته على القرى والبلدات وعلى اللواء 52 بمشاركة 55 فصيل. إلى هذه اللحظة لم يتم معرفة الجنسيات، ونحن نؤكد أن هناك جنسيات أخرى من الحرس الثوري الإيراني ومرتزقة حزب الله اللبناني المتواجدين في المنطقة. نعم أخي أحمد، حبذا لو تحدثنا بشكل مبسط عن الموقع الاستراتيجي للواء وتموضعه بالنسبة للمعارك الدائرة بريف درعا.
نعم، هو في الجهة الشرقية من محافظة درعا، شرقي مدينة الحراك، فاصل بين درعا، محافظة درعا ومحافظة السويداء، يجثم على أرض طويلة وكبيرة تفصل محافظة درعا عن السويداء. هذا اللواء كان له مجازر وصولات وجولات بالاقتحامات التي كانت تستهدف المدنيين في القرى والبلدات، وقصف مستمر على هذه المناطق. أهمية تحرير اللواء هي أولا وقف العمل العسكري والقصف المدفعي والصاروخي على القرى والبلدات محافظة درعا، حيث كان يقصف على عمق يزيد عن 40 كيلو متر من هذا اللواء. أيضا الآن مطار الثعلب وفلفله والقرى التي يتواجد بها الشبيحة هي تهديد مباشر من الجيش الحر في محافظة السويداء. بالإضافة إلى كان هذا اللواء يقوم بتأمين الحماية والإمداد إلى مدينة إزرع، والآن فقدت الكثير مدينة إزرع، وأيضا خربة رزالة وقرفة ونابر فقدت الكثير من الحماية والنقاط المتأخرة التي كان يزودها بها ويقوم بهذا العمل هو اللواء 52. الآن هذه المنطقة بالإضافة للاستيراد الدولي إزرع كلها تحت تهديد الجيش الحر، وبات على مشارف هذه القرى والبلدات، والأهم من ذلك كله هو عودة الأهالي إلى منازلهم وقراهم، بالإضافة إلى وقف العمل المدفعي والقصف المدفعي من هذه القرى والبلدات، عفوا على هذه القرى والبلدات. نعم أخي أحمد، كما عودتنا ميليشيات الأسد بعد عملية كل تحرير تشن عملية قصف انتقام من المدنيين. ما هي المناطق التي تم استهدافها اليوم بالطيران الحربي أو بالبراميل المتفجرة؟ نعم، تم استهداف المليحة الشرقية والكرك الشرقي والإحراك بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية، حيث حلق الطيران بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي على محيط اللواء القرى والبلدات المتواجدة هناك. كل هذه القرى والبلدات تم استهدافها المتواجدة بمحيط اللواء بقصف عنيف جدا، ولكن الحمد لله منها ما هو خالي تماما من أهلها كالمليحة الشرقية والإحراك، وتم تأمين طرق لإخراج المدنيين لكي لا تكون هناك مجازر ترتكب، لأننا نعرف أن هذا النظام جبان ويقوم باستهداف المدنيين، فكان الجيش الحر يعمل على إخراجهم وتم له ذلك، ولله الحمد لا يوجد أي خسائر بين المدنيين هذا اليوم، إنما هناك 7 شهداء ارتقوا وهم يقتحمون هذا اللواء المشهور. نعم أخي أحمد، فرحة الأهالي، وخصوصا أنه كان هناك محاولة سابقة للسيطرة على هذا اللواء انتهت بسيطرة ميليشيات الأسد على بلدة المليحة الغربية وتهجير أهلها بشكل كامل من البلدة. نعم أخي الكريم، اليوم امتزجت تكبيرات النصر مع الزغاريت والهتافات والأغاني الشعبية في القرى والبلدات، وسطحت المساجد بالتكبيرات والتهليلات وتوزيع الحلوى في بعض المناطق. الفرحة لم تكن بالقرى والبلدات المحيطة باللواء 52، إنما شملت كل المناطق المحررة في سهل حوران وحتى أراضي القنيطرة. هنا الفرحة عمت الجميع، لأنهم يعلمون حجم هذا اللواء وحجم الجرائم التي ارتكبها هذا اللواء، وخصوصا كانت الفرحة لأمهات الشهداء، أمهات شهداء مدينة الإحراق الذين عانوا كثيرا من هذا اللواء المشؤوم الذي كان يخطف ويقصف بشكل مستمر. فمبارك لأهلنا في الإحراق، هم يريدون المباركة الأكبر منا ومن الجميع، لأنهم هم الذين كانوا يعانوا بشكل كبير من هذا اللواء، والمباركة الأخرى ستكون لأهلنا في المليحة الغربية الذين سيعودون إلى منازلهم آمنين سالمين. والفرحة الكبرى هي لكل عموم سوريا، لكل عموم شعبنا السوري، وها هي الجبهة الجنوبية تعود من جديد لتشعل المعارك وتقدم الانتصارات وترفع رايات النصر التي تخفق فوق أكبر ألوية النظام سلاحا وعتادا وأرضا. نعم أخي أحمد، رسالة لباقي فصائل الجيش الحر على جبهات سوريا بباقي المحافظات، وخصوصا أنه كان هناك لوم في الفترة الماضية بهدوء الجبهة الجنوبية، وقد كان هذا الهدوء هو الذي يسبق العاصفة. نعم أخي الكريم، نحن في نشرات سابقة على قناتكم الكريمة ذكرنا أن هذا الهدوء هو بإهباط معنويات قوات النظام، وكان ذلك للجيش الحر، وثبت أنه فعال كبير الحرب النفسية التي كانت. الرسالة التي نوجهها لأخوتنا في باقي الجبهات ومختلف عموم سوريتنا الحرة الأبية، نحن الجبهة الجنوبية، نحن في محافظة درعا لن نتخلى عن هذه الثورة، سنكون سندا لكم وتكون سندا لنا، وإن شاء الله لقاؤنا في دمشق قريب بعون الله تعالى. سنزحف إلى دمشق
فأنتم ازحفوا إلى دمشق كما نحن سنزحف ولقاؤنا في القصر الجمهوري إن شاء الله. إن شاء الله. كان معنا الناشط الإعلامي أحمد المسالمة من ريف درعا، حدثنا عن عملية تحرير اللواء 52 والقرى والبلدات المحيطة به. مجددا نبارك لجميع الشعب السوري ولجميع فصائل الجيش